السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة شيك جدا، وصفة تنفع للعزومات، وصفة تنفع للغدا، تنفع للعشاء. جميلة جدا، وصفة من قديم الأزل واحنا بنعملها، بس النهاردة بنعيدها تاني وبنعيد نشرها تاني. هنعمل ايه يا نونا؟ هنعمل الكانانولي بحشوة الدجاج او الفراخ، فاهيتا بقى، شاورما، اللي يعجبك اعمليه. هنبدأ وصفتنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عشان نعمل الكريب او الكانانول اللي هنعمله هنحتاج بيضتين، معانا رشة ملح، رشة سكر، رشة فلفل اسود، كوبايتين الا ربع دقيق، كوباية مية، كوباية لبن، 3 معالق زيت، معلقة خل، والربع كوباية دقيق هنكمله بنشا زي ما انتوا شايفين كده. هعيد لكم المقادير تاني وانا بحط الحاجة في شفشق الخلاط. كل المقادير هتتحط على بعض: 1 مية، 1 لبن، 3 معالق زيت، معلقة واحدة خل، رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة سكر، بيضتين، كوبايتين الا ربع دقيق، والربع هنعوضه بالنشا. نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، ويا ريت نعديه الاول على مصفى سلك او على يعني صفايه كده، علشان تتفادي اي تكتلات لو انت مش متأكدة ان انت ضربتي المكونات بتاعتك كويس. هنا هعمل ايه تاني؟ هنا انا هعمل البشاميل اللي محير البنات اللي مش عارفين يعملوه. هعمله على البارد، هعمله ني في ني. يعني ايه ني في ني؟ هعمله في الخلاط ناجح وخفيف، مش هيبوظ منك، مش هيكلكع ابدا. حطيت هنا كوبايتين لبن وكوباية مية ومكعبين مرقة دجاج. لو كان في كوباية شوربة هنحط كوباية الشوربة بدل المية والدجاج. وهنحط 6 معالق ل5 معالق دقيق. وانا هنا في التطعيم حطيت فصين بس توم، يعني بيودولي البشاميل ده لطعم تاني وحاجة تانية يعني، ورشة جوز الطيب ورشة ملح ورشة فلفل اسود. بس كده برفعهم على النار، وبفضل كده ايدي فيهم لحد ما يلف ويبقى معايا صوص بشاميل. بسم الله ما شاء الله، يعني خفيف جدا وسهل. وممكن انت كمان لو عاوزاه ابيض استغني عن معلقة الكركم. معايا هنا بقى عشان اعمل ارغفة الكريب بتاعتي او الكانانولي، طاسة سخنة غير لاصقة. بقلب يعني المقدار او العجين ده كويس جدا، واخد الكبشة كده او كبشة ونص على حسب الطاسة بتاعتي لحد ما يفرش في قلب الطاسة وابتدي يلون زي ما انتوا شايفين كده. اعرف ان الكريب بتاعي استوى. اقلبه على الناحية التانية، ابتدي اهز الكريباية كده، الاقيها بسم الله ما شاء الله اهي فكت من الطاسة كده. خلاص بعرف ان انا الكريب بتاعي استوى. برفعها على فوطة وبغطي، وبرجع احط تاني بالتبادل. هوريكم كمان كذا واحدة عشان تعرفوا ازاي التكنيك. وبعدين دلوقتي كمان احنا ممكن نعمل الكريب او الكانانولي دوت من غير بيض. زمان كنا بنعمله بالبيض، دلوقتي احنا بنعمله من غير بيض، بيبقى برضو اخف واحسن واوفر. بس والله النتيجة من غير بيض احلى بكتير. هنا بصوا الطاسة بتاعتي دي انا عشان كبيرة بتاخد كبشتين، انتوا بقى كل واحد على قد المقدار اللي عنده. بحاول اتخلص من اي نقط كده جت على طرف الطاسة عشان يعني ما تتحرقش وتعمل ريحة وحشة. واول ما احس ان انا لون الدقيق اختفى واترفعت كده من الجناب، بروح رافعاها بالمعلقة بتاعتي وقلبها على الناحية التانية. وخلاص بصوا، عايزة اقول لكم ناعم وزي الحرير وطري، والنتيجة هايلة. هاخد بقى صوص البشاميل ده في قلب الطاجن بتاعي او الصينية. هاخد منه معلقتين كده افرشهم. لو تلاحظوا هنا خفية الدنيا، لا في سمنة ولا في زيت ولا في اي حاجة. يعني كل اللي استعملته هما معلقتين زيت في حشوة الشاورما ديت. خفيف جدا، كفاية بقى الدقيق والبشاميل واللي احنا عاملينه دوت. بس على قد ما بنقدر بنخفف الموضوع. وطبعا الحشوة بتاعتي دي اختياري، يعني انت لو عاوزة تحشي عصاج احشي، لو عاوزة تحشي شاورمة لحمة احشي، لو عايزة تحشي جبن احشي. يعني اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. بصوا بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هناخد بقى بقية الصوص بتاع البشاميل دوت افرجه على الوش. ولو انت برضو عايزة اقولك عايزة تستغني عن معلقة الكركم دي اللي انا حطيتها اللي ادت اللون الصفار ده وبقى بشاميل ابيض،
كنبيها مش هيعمل حاجة، انا بس زيادة ايه تطعيم. دخلتها هنا على فرن سخن ورشيت عليها زي ما انتوا شفتوا كده كاتشب، وحطيتها في فرن سخن لمدة 15 دقيقة كده يا دوبك، يعني خدت لون من تحت وتحميصة، كل حاجة مستوية أصل. طلعتها وابتديت أرش الجبنة الموتزاريلا بتاعتي من على جنب. هدخلها يا دوبك بس الجبنة تاخد السخونية تسيح معانا بقى شوية بطاطس محمرين. أي حاجة انت عايزة تعمليها لوحدها كده كان بيها، هتحطيها في عزومة جنب أكل، انت حرة وشوفي ظروف بيتك ايه واللي انت عايزه تعمليه اعمليه. طبعا هنا زي العاده انا طبعا نونا ما بتستناش الحاجه، بصوا بطلعها لكم سخنه وبوريها لكم. نتيجه هايله جدا، الجبنه بصوا سايحه وكل حاجه جميله. يلا جربوها يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه